أهلا بكم في قناة مدغفور، معكم محمد محمود. واليوم فيديو جديد. وبعد انتهاء الجولة الأولى من كأس عالم استثنائي بجولة أخيرة استثنائية حماسية من دور مجموعات استثنائي بتاريخ كأس العالم. أقول لكم معلومة إنه ده دور المجموعات الوحيد في تاريخ كأس العالم اللي يعني ما فيش منتخب حقق العلامة الكاملة أو ال9 نقط أو فاز بال3 ماتشات. فده كأس عالم استثنائي وحماسي. نمسك الأول المباراة الأولى في اليوم الأول كانت هولندا قطر، اللي فازت فيها هولندا 2-0 على قطر. إكوادور السنغال، فازت السنغال 2-1 على الإكوادور، و3-0 ويلز، و1-0 لإيران. فكده نمسك الأول المجموعة الأولى اللي فيها هولندا صعدت هي والسنغال، وهبطت الإكوادور وقطر. أما بقى في المجموعة التانية اللي كان لعبوا في نفس اليوم، إنجلترا وأمريكا صعدوا للدور ال18، وأما إيران وويلز فهبطوا. أما بقى في اليوم التاني فلعبت تونس وفرنسا. طبعا زي ما احنا عارفين تونس فازت 1-0 وشرفتنا أمام فرنسا بطل عالم كأس العالم اللي فات، وبهدف من وليد الخزر. أما استراليا والدنمارك ففازت استراليا 1-0 على الدنمارك. لو كانت تعادلوا أو كانت هزمت الدنمارك استراليا كان زمان تونس صعد. والأرجنتين فازت على بولندا، والمكسيك فازت على السعودية وخرجت السعودية، وأصبحت مجموعة فرنسا واستراليا فصعدوا، وتونس والدنمارك هبطوا. وأما الأرجنتين وبولندا فهم صعدوا، والمكسيك والسعودية للأسف هبطوا. وأما في اليوم اللي بعده فلعبت كرواتيا وبلجيكا ويتعادلوا 0-0، وكندا والمغرب، وكالعادة المغرب بتشرفنا وبتفوز 2-1. وأما كوستاريكا وألمانيا فألمانيا بتفوز 4-2 بس برضو بتهبط، واليابان بتفوز على أسبانيا 2-1. ومفاجأة تصبح المجموعة اليابان في المركز الأول، أسبانيا في المركز الثاني، ويصعدوا ألمانيا وكوستاريكا بيهبطوا. أما بقى في المجموعة الثانية فالمغرب وكرواتيا صعدوا، وبلجيكا وكندا هبطوا. وأما بقى في اليوم اللي بعده وكان اليوم الأخير اللي هو النهاردة، كانت كوريا الجنوبية فازت على البرتغال، والأوروغواي فازت على غانا، والكاميرون فازت على البرازيل 1-0، وصربيا خسرت من سويسرا 3-2. تصبح مجموعتهم البرتغال وكوريا يصعدوا، والأوروغواي وغانا يهبط. وأما في مجموعة البرازيل فالبرازيل وسويسرا تصعدوا، والكاميرون وصربيا يهبطوا. وتصبح دور الثمانية في كأس عالم هولندا وأمريكا والأرجنتين واستراليا هيلعبوا مع بعض، واليابان وكرواتيا والبرازيل وكوريا وإنجلترا والسنغال وفرنسا وبولندا والمغرب وأسبانيا والبرتغال وسويسرا. طبعا ده كله هنتكلم عنه في فيديو لوحده، وهنتوقع مين صاحب كأس العالم. أما بنتحكم معكم محمد محمود من قناة مدغفور، لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. أما بنتحكم لكم سلام.